نحيي غدا الذكرى 69 لإعلان عيد الجمهورية، وهي ليست مجرد مناسبة لاستذكار حدث تاريخي وطني، وإنما تجديد الوفاء للمبادئ التي قامت عليها: حرية، نظام، وعدالة، وهي لحظة للتأمل في واقع جمهوريتنا. إن قيم الجمهورية ليست شعارات، بل ممارسة تقوم على احترام الحقوق والحريات، وعلى التوازن بين السلطات، وعلى الاعتراف بدور المنظمات الوطنية المستقلة باعتبارها شريك أساسي في بناء الوطن. تأتي هذه الذكرى وقد مرت 5 سنوات على الخيارات السياسية المعلنة، والتي رفعت خلالها وعود كثيرة ببناء تونس الجديدة، وبمحاربة الفساد، وتحقيق التنمية، وتشغيل الشباب، وتشغيل المعطلين على العمل، وتحسين أوضاع المواطنين. غير أن الحصيلة التي يلمسها المواطن اليوم عكس ذلك تماما، وتتجسد هذه الحصيلة في واقع اقتصادي واجتماعي متردي وشديد الصعوبة، كما تتجسد هذه الحصيلة في أزمات متلاحقة تمس تفاصيل الحياة اليومية. أن تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتدهور الخدمات العمومية، وما تعرفه قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية وغيرها من صعوبات وأزمات متتالية، ليست مجرد حوادث ظرفية، وإنما هي تمظهر لأزمة عميقة وتتعمق يوما بعد يوم، تستوجب بالضرورة مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحمل المسؤوليات بكل وضوح. المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن السنوات الأخيرة أثبتت أن إدارة الشأن العام بمنطق التفرد بالرأي وإقصاء القوى المدنية من منظمات ومكونات المجتمع المدني وتعطيل كل أشكال الحوار لن تؤدي إلا إلى زيادة حالة الاحتقان المتصاعدة وفقدان الثقة، ولا إلى تعميق شعور المواطنين بانسداد الأفق. وفي هذا الصدد يعبر المكتب التنفيذي عن انشغاله بما آلت إليه أوضاع العمال بالفكر والساعد، بل أوضاع عموم شعبنا الذين يدفعون اليوم ثمن الأزمة الخانقة التي تمر بها بلادنا. ويؤكد أن التمادي في تحميل الموظفين والأعوان العموميين مسؤولية الأعطاب وتراكم الأزمات التي تعرفها جل المرافق العمومية لا يخدم الحقيقة ولا يساعد على معالجة المشكلات المطروحة والمنتظرة. فالأعوان والموظفون وعموم أبناء الشعب ليسوا من يضعون السياسات العامة، ولا هم من يقررون أولويات الاستثمار العمومي أو الخاص، وليس هم من يضعون الموازنات العامة للدولة، ولا هم من يصادقون عليها، بل هم من يدفعون ثمن هذه الأزمة الناتجة عن خيارات لا علاقة لهم بها. إن الأزمات التي تشهدها بعض المرافق، ومنها ما عرفه قطاع الكهرباء والغاز وقطاع المياه في كل جهات البلاد، ينبغي أن يكون مناسبة لمراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار وعدم التفويت في المؤسسات العمومية كليا أو جزئيا. وإننا في الاتحاد العام التونسي للشغل لا نكتفي بنقد السياسات ورفضها أحيانا حين نعتبرها غير قادرة على إخراج البلاد من أزمتها، بل نحمل عبر الهياكل والخبراء رؤية وطنية قوام والحوار والإنتاج والعدالة الاجتماعية والإصلاح الحقيقي، رؤية تقوم على حماية الدولة الاجتماعية وإنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية وإرساء عدالة جبائية ومقاومة الفساد والاحتكار وتشجيع الاستثمار المنتج وتحقيق تنمية عادلة بين الجهات. إننا داخل الاتحاد العام التونسي للشغل نؤمن أن السيادة الوطنية لا تقاس بعلو الخطاب، وإنما بقدرة الدولة على ضمان الكرامة لمواطنيها، وباقتصاد قوي، وبقرار وطني مستقل، وبخطاب مسؤول يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم، ويبعث الأمل ولا يحبط. ويجدد الاتحاد العام التونسي للشغل استعداده لمواصلة تحمل مسؤوليته الوطنية الكاملة
والعمل مع مختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكافة مؤسسات الدولة وكل الكفاءات الصادقة من أجل بلورة حلول واقعية وإنقاذ البلاد من حالة الانسداد التي تعيشها. لقد كان الاتحاد العام للشغل على امتداد تاريخه حاضرا في معركة التحرير الوطني وشريكا في بناء الدولة ومدافعا عن الديمقراطية والحقوق الاجتماعية، وسيبقى وفيا لهذا الدور قوة اقتراح ومبادرة ومنظمة وطنية مستقلة لا تنحاز إلا إلى تونس ولا تضع فوق مصلحتها أي اعتبار. إن لبلادنا كل المقومات التي تؤهله لتجاوز أزمتها، وأن يستعيد المواطن ثقته في دولته، وأن يشعر بأن مستقبله ومستقبل أبنائه أفضل من حاضره، شرط جعل المصلحة الوطنية فوق كل الحسابات الضيقة. إن الاتحاد العام التونسي للشغل يجدد التأكيد أن الدفاع عن الحريات العامة والفردية ومن خلالها الحرية النقبية وعن الحوار الاجتماعي ليس دفاعا عن مطالب فئوية أو مصالح ضيقة، بل هو دفاع عن قيم الجمهورية نفسها، لأن الجمهورية التي تضيق على الحريات ولا تضمن العدالة ولا تعترف بالحوار ولا بالمجتمع المدني تفقد أحد أهم مقومات قوتها واستقرارها. ختاما، نجدد عهدنا بأن يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل صوت العمال وصوت الحرية وصوت العدالة الاجتماعية وصوت كل التونسيين الذين يتطلعون إلى وطن قوي ودولة عادلة وجمهورية تليق بتضحيات أبنائها. عاشت تونس حرة أبية، عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا. وأنهي بقولة: حين تتكلم الأزمات يصبح الصمت تفريطا في الوطن.